لو دخلت في عالم العصابات هتقدر تخرج منه بسهولة؟ في مدينة نابولي الإيطالية كان في شاب اسمه جيان لوكا، شاب شجاع بس حياته كانت مليانة مشاكل. كان عايش في حي شعبي، والحي ده كان مليان بعصابات المافيا. لكن جيان لوكا كان مش فاهم إن حياته هتتغير بشكل مرعب. في يوم من الأيام جيان لوكا لقى نفسه متورط في صفقة مشبوهة. كانت العصابة الكبيرة اللي في المدينة بتحاول تكمل صفقة مش قانونية، وكان هو جزء منها من غير ما يعرف. الرسالة اللي وصلته كانت مفاجأة: تعالى لو عايز تخرج من اللعبة دي. رسالة غريبة جدا، وكتب فيها مكان اللقاء منطقة التصفية. المكان ده كان مشهود ليه في المدينة إنه كان مكان العصابات اللي بيخلصوا فيه على أي حد من غير ما يسيبوا أي أثر. جيان لوكا قرر يروح، مش عارف هو دخل في إيه، بس كان فضوله أقوى من أي حاجة تانية. أول ما وصل المكان كان الجو مظلم، وكل حاجة حواليه كانت مريبة. السيارات الفخمة كانت مركونة بعيد عن الأنظار، والشارع فاضي تماما. لما دخل لقى نفسه قدام قائد العصابة اللي كان اسمه الظلال. مفيش حد عارف شكله بالظبط، لكن كل العصابات كانت بتخاف منه. كان قاعد في نص المكان ومعاه رجاله مسلحين. الظلال بصله وقال له بصوت هادي: انت مش لوحدك يا جيان لوكا، في اللعبة دي كل واحد ليه دور. جيان لوكا حس ان في حاجة مش مظبوطة، والقلق بدأ يعلمه. حاول يتكلم، لكن الظلال ضحك وقال له: انت مش هتقدر تهرب مننا، كل خطوة ليك محسوبة. وفي اللحظة دي جيان لوكا فهم ان المافيا دي كانت مراقباه طول الوقت. كل حاجة عملها في حياته كانت جزء من خطتهم، كل حركة عملها كانت محسوبة، وكل خطوة مش لوحده، في لعبة أكبر ما كانش عارف يهرب منها. تاني يوم جيان لوكا صحى لقى نفسه في مكان غريب، مكان مليان دماء وأرضه مليانة جثث. لكن لما بص حواليه لقى نفسه في نفس المكان اللي قابل فيه الظلال، والكل كان عارفه إن المكان ده مش مجرد مكان لتصفية الحسابات، ده مكان بيوري الناس إنهم مش مسيطرين على حياتهم. لكن الغريب كان إن كل حاجة في المكان ده كانت دايرة مغلقة. مهما حاول يهرب كان هيلقى نفسه في نفس النقطة، وبالرغم من إنه حاول مرة واثنين يهرب، دايما كانت العصابة بتعرف وينه، وكل خطوة كان بيخطيها كانت محسوبة. وفي اللحظة اللي كان فيها خلاص هيفقد الأمل، فجأة لقى نفسه قدام مطار وسط الناس، وكأنه مش في نفس المكان. لكن التليفون بتاعه رن، وبمجرد ما رد